السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا وقبل ما نبدأ حكايتنا مع بعض نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام على رسول الله. صاحبة المشكلة بتقول: خطفت جوز صاحبتي واتجوزته، وليلة الدخلة أخدت أكبر مقلب في حياتي. فضلا وليس أمرا، قبل سماع مشكلتي يدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على اختيار الكل عشان يوصل لكم مننا كل إشعار فيديو جديد. صاحبة المشكلة بتقول: أنا اسمي رهام، عمري دلوقتي 27 سنة. أنا خطفت جوز صاحبتي، والسبب هتعرفوه في حكايتي. أنا على قدر كبير من الجمال، وكان ليا صاحبة كانت جميلة بس كانت تخينة جدا جدا، كان وزنها يتعدى 130 كيلو، يعني كانت 135 كيلو، وكان جسمها تخين جدا. وكان كل زمايلنا اصلا ايام ما كنا في الجامعه، هي زميلتي من ايام ما كنا في الجامعه، كانوا بيتنمروا على شكلها، وكانت اي حاجه تلبسها كانت بتبقى مش مناسبه عليها. لغايه ما في يوم كانت خارجه معايا ولقيتها لابسه فستان قايم جدا، هي حالتها الماديه كانت مبسوطه، بس على قد ما هي كانت بتلبس عشان جسمها كان تخين جدا، كان يعني مفيش اي حاجه بتناسبها مهما كان قيمة الحاجة اللي عليها، كان جسمها مضيع شياكة الحاجة اللي عليها. وكان دايما زمايلي يعني بيتنمروا عليها، وأنا كنت دايما أتنمر عليها. ففي مرة بتقول لي: إيه رأيك في الفستان ده؟ بتهيألي جميل عليا وهياكل مني حتة. قلت لها: ياكل منك حتة إيه؟ ده أنت اللي تاكلي الفستان، أنت مش شايفة نفسك يا بنتي؟ ده أنت دبابة ماشية على الأرض. المهم في اليوم ده زعلت مني جامد وخصمتني. كانت أول مرة يعني أجرحها قوي كده. هما كانوا زمايلي كانوا بيتنمروا عليها، كانت تشتكي لي، كنت اقول لها: ما انت برضه ظبطي جسمك، روحي جيم، مشي مع دكتور، اعملي عمليه تكميم. لكن ما كنتش يعني بجيب الاهانه مباشر او التنمر مباشر. لكن في اليوم ده قلت لها: انت شايفه جسمك؟ انت شايفه الفستان هياكل منك حته؟ ده انت اللي هتاكلي الفستان. ففي الوقت ده زعلت مني وبعدت عني. بعدها انا اتصلت عليها بعد يومين كده اصالحها، لقيتها بتقول لي: اسكتي اسكتي، مش جاي لي عريس. قلت لها: جاي لك عريس مين؟ قالت لي: جاي لي عريس كويس جدا وانا هوافق عليه. قلت لها: طب قابليني، كان عندي الفضول اعرف مين العريس ده. طب قابليني في كافيه كده ونتكلم براحتنا، انا عندي يعني اشتياق ان انا اسمع منك. المهم جت قابلتني، ولقيتها يعني جايبه لي كمان ازاز برفان هديه. هي اصلا كانت من النوع اللي بتهادي كتير، وكانت بتقدرني يعني بصراحه، هي كانت كريمه جدا. لقيتها بتقول: انا جاي لي عريس امور قوي. وفي الوقت ده كان عندنا يعني في حدود 25 سنه كده، لسه مخلصين جامعه، لسه صغيرين. انا جاي لعريس عنده 35 سنه. قلت لها: بنتي ده اكبر منك ب10 سنين. قالت: مش مشكله، بس هو ارمل ومعاه عيل عنده يعني في حدود 7 سنين كده، كمان كبير عنك 10 سنين، وكمان ارمل ومعاه عيل، ايه اللي يجبرك يا بنتي؟ قامت قايله لي: ايه اللي يجبرني؟ هو كويس وما يعيبوش حاجه، يعني هو كان كويس في حق مراته، بس مراته توفت وسابت طفل، ايه اللي يعيبه يعني؟ هو ملهوش نفس انه يتجوز، او هو عشان يعني ارمل وكبير عنه 10 سنين يترفض؟ ده كويس جدا ومحترم ورابق قوي، وشكله ما يديش سن 35، اللي شوفه يقول ده عنده 30 سنه. وكمان حالته الاجتماعيه كويسه، حالته الماديه كويسه، عنده شركه، يعني مبسوط، وحالته الاجتماعيه والماديه ميسوره، وكمان شكله جميل وجنتل ومش عارف ايه. انا شايفه ان انت ما تتجوزيش يعني واحد اكبر منك وعنده عيال. ففضلت ان انا اقول لها: لا ما ينفعش يعني وكده. المهم قالت لي: ايه، انا مرتاحه له وكمان استخرت ربنا وارتحت للموضوع. المهم انا كنت يعني شايفه ان الموضوع ازاي ان هي تتجوز واحد متجوز ومعاه طفل واكبر منها ب10 سنين، وهي لسه ما سبقلهاش الجواز عشان جسمها، يعني ما تصبر وتتجوز واحد يكون عازب يعني. لغايه ما في يوم قالت: احنا حددنا خلاص الخطوبه، وهطلع اشتري فستان الخطوبه، وهيطلع يجيب لي شويه حاجات وكده. فوجئت لقيتها راح جاب لها ذهب لا يعد، وجاب لها شبكه جميله جدا جدا، وكل ما تنقي حاجه يقول لها خديها. خدها على محل الملابس، جاب لها احلى لبس واشك فستان خطوبه، وجاب لها
حاجات فخمه جدا وبرفانات فخمه، وخدها عزمها بره وبيصرف يعني وباين على الخير. انا ما كنتش عارف الكلام ده الا يوم الخطوبه لما فرجتني على الحاجات اللي جابها لها، وفوجئت لقيته يعني نازل من عربيه ما تقلش عن 2 مليون جنيه وزياده. كل ده هي تخينه ده كله ليكي؟ بدات ان انا احقد عليها وبدات ان انا احسدها. لما انتي يا تخينه يا اللي انتي يعني ما انتش حلوه تاخدي كده، اما انا اللي مالك الجمال وجسمي ما شاء الله برنسيسه كده وبنت ناس برضو، يعني الحمد لله انا يعني مسطوره، ما اخدش كده؟ يبقى انا ايه غبيه؟ ايه يعني حته العيل ده؟ وايه يعني ان هو متجوز قبل كده ومراته ميته؟ ولا ايه يعني يكون اكبر مني ب10 سنين بس يكون الخير ده كله عنده عماره ملك وعنده يعني ما شاء الله شاليه مش عارفه فين في الساحل؟ يعني الولد امكانياته عاليه جدا جدا. فبدات ان انا احقد عليها واحسدها، بدات ان انا اعمل بينها وبينهم فركشه في الخطوبه عشان اخطفوا منها. لكن فوجئت بعد كده اقول لها يا بنتي ده شكله بصاص، ده شكله بيبص لدي بيبص لدي، يعني اعمل فتن بينهم كده. تقول لي ازاي؟ قلت لها ده انا وانا في الخطوبه لقيته عمال يبص لواحده ومش شايل عينه من عليها. ما زمان هو واخدك عشان تبقي خدامه لابنه وتربي له ابنه، وهو يمشي على كيفه، يعني هو جايبك خدامه ومربيه لابنه كده. المهم شككتها فيه يعني وشككتها في الموضوع ودخلت الموضوع في دماغها جدا. المهم لقيتها بتقول لي انا صدقتك فعلا، لو هو عينه فارغه كده وبيبص لغيري، طب ما انا ما اتجوزتش قبل كده وقبلت، يعني هو واخدني بقى ده لابنه عشان اربيه وهو يسيبني خدامه لابنه وهو يبص لبره؟ لا لا انا ايه هسيبه. المهم فوجئت بعد كده لقيتها بتقول لي ايه انا اتصالحت انا واحمد وكده. قلت لها ليه؟ مش انت كنت بتقولي هسيبه؟ قالت انا قلت له حلف لي ان هو ما ببص لحد، وان هو ما يملاش عينه غير انا، وهو انه واخدني باختياره، وان هو بيحبني، وهو شاف فيا البراءه والطيبه والحنيه وحس ان انا اللي هكون الزوجه المثاليه ليه، وان انا هكون ام صالحه لابنه، وان انا اتمن على حياه ابنه اليتيم، وان هو بيحبني وخدني ورضاني وجاب لي هديه قيمه وفسحني وجاب لي حاجات كتير قوي قوي، وقعدت بقى ايه كمان تستفزني اكتر، لغايه ما في يوم قامت قايله لي خلاص احنا هنحدد الفرح. طبعا هي ما جهزتش حاجه، هو اللي جهز كل حاجه من الالف للياء رغم ان هم مبسوطين، وجاب لها يعني حاجات كتيره قوي، وجاب لها ذهب كمان، ورجع تاني جاب لها فستان زفاف افخم فستان جاي مستورد من بره، وعمل كمان الحفله بتاعته في فندق 5 نجوم. المهم عمل لها حاجات كتيره قوي قوي، وبعد كده اتجوزت من هنا، وانا ما قطعتش علاقتي بيها، وكل شويه اكلمها وكل شويه تعزمني اروح عندها الاقيها عايشه يعني هي مش عماره، هي فيلا يعتبر دوبلكس دورين في بعض كده كبيره جدا جدا، مساحه 400 متر. انا بتوه فيها اصلا، وعندها جنينه وفي بواب وفي كمان واحده مساعده بتخدمها، والولد ما شاء الله صغير بس بيجي له مدرس لغات وبيجي له مدرسين في الفيلا هنا عندهم. عايشه في مستوى اعلى من مستواي بكتير. هي دي اللي تتجوز ده؟ انا لازم اتجوز جوزها واخطفه. المهم دخلت عليها بقى بالحب بقى والحنيه والصداقه القديمه والعشره وان انا مبسوطه لها وان انا فرحانه لها وكده. وبعدين طب اوصل لجوزها ازاي ان انا اتجوزه اخطفه ازاي منها؟ المهم قلت لها بقول لك ايه؟ قالت نعم. قلت لها بقول لك ايه، انا عايزه يعني شغل، جوزك ما عندوش شغل ليا في الشركه اشتغل حتى سكرتيره. المهم احنا خارجين كليه تجاره. قالت لي من عينيا الاتنين، ده جوزي عنده شركه جميله جدا وعنده موظفين كتير، اكيد انا لو طلبت منه حاجه زي كده مش هيتاخر. المهم قلت لها ايه طب يا ريت وكده. قالت لي ليه، هو انت ناقصك فلوس اجيب لك؟ قلت لها لا انا بس عايزه اخرج اروح واجي، انا زهقانه من روتين البيت، وكمان من يوم ما انت اتجوزتي انا مش بخرج مع حد وحياتي روتينيه وزهقانه، وعايزه اروح واجي كده واثبت وجودي، حاجه تضيع وقتي كده على ما يجي لي ابن الحلال واتجوز زيك يا اختي وافرح كده. قالت لي خلاص تمام. المهم فوجئت تاني يوم لقيتها بتقول لي خلاص انا كلمت لك جوزي وخلاص هو ايه يعني هيشغلك عنده تبقي سكرتيره الخاصه بتاعته كده وبراتب كويس وهو مرحب بالموضوع، وخد السي في بتاعك وروحي له. رحت قابلته، طبعا انا جسمي حلو ولبسي حلو وجميله، وجوزها بصراحه شخصيه محترمه جدا ما بيبصش يمين ولا شمال، بس انا قدرت ان انا يعني اخطفه او الف عليه. المهم رحت قابلته وبدات ان انا اتكلم معاه، وبدات ان انا ابين نفس لبقتي واسلوبي وان انا رقيقه وجميله، انا عايزه الف عليه عشان اخطفه منها.
المهم فعلا عيني واشتغلت، وبعد كده كل شويه يعني ايه ادخل له المكتب، مش محتاج اي حاجه، اجيب لك اي حاجه، اعمل لك فنجان قهوه بايديا، انا بعمل فنجان قهوه ملوش حل. بدات ان انا اتكلم معاه، اقول له انت انسان محترم جدا، صاحبتي بتشكر فيك قوي، انا مبسوطه لها ان هي لقت انسان جنتل زيك، وانسان اخلاق، وانسان طيب وكريم، انا بصراحه بحسدها عليك. وبدات ان انا اقرب منه وادخل معاه في حوارات وكلام، لغايه ما حصل في يوم كان في عنده داخل في مشروع، وكان عامل يعني زي مقابلة كده وفي مكان عام، وعامل عزومة لرجال أعمال جايين يعملوا معاه صفقة. فطبعا قال لمراته اجهزي والبسي عشان كل واحد جايب المدام بتاعته تبقي معايا. ساعتها قالت له ما اقدرش اسيب زياد لوحده، انت عارف زياد بيتعلق بيا وهو صغير، وانا مش هقدر اسيبه، وانا كمان تعبانه شويه، انا روح انت وكده. يا بنتي الحلال، هو بقى بيحكي لي يعني، يا بنتي الحلال ما ينفعش ان انا اروح، في ناس كتير جايبه حارمهم معاهم، وطبعا في صفقه هنمضي عقود وكلام من ده، داخلين في مشروع هنعمله، ولازم تكوني موجوده، تبقي واجهه معايا، انا تعبانه ومش قادره. طب خد السكرتيره بتاعتك مكاني وخلاص، ما دام انت عايز اي ست وخلاص. في الوقت ده انا خدت السكرتيره، خدني لقيته بيتصل عليا بيقول لي بقول لك تيجي معايا. قلت له فين؟ قال لي عندي المقابله النهارده وفي مؤتمر وكده، وعاملين يعني مقابله في مكان عام، بس مكان فخم جدا جدا، وعايزك تلبسي اشيك فستان عشان تبقي جنبي كده وتعرفي تتكلمي عني وتمسكي الورق وتقدمي العقودات وكلام من ده يعني. المتحدث الرسمي بتاع الشركه، المتحدث الرسمي بتاع الشركه. قلت له تمام. وطبعا لبست فستان فخم جدا جدا، لفت في كل انوثتي، برست في كل انوثتي فوق ما تتخيلوا، ولبست فستان قيم قوي. وبعدين قلت له تمام، تحت امرك يا استاذ احمد، انا هاجي. وبعدين رحت طبعا المؤتمر بتاعه وحضرت المقابله، وكلهم طبعا كل واحد جايب مراته، وناس مستويات عاليه جدا جدا، انا اول مره اشوف عالم زي كده. طبعا كلهم قالوا له ايه القمر ده، ما شاء الله، ايه الاختيار الحلو ده، ده مراتك جميله جدا ورقيقه جدا، ايه ده يا عم، ده انت والله فرحنا لك، مراتك ما شاء الله عليها وجهه باين عليها ان هي لبقه قوي في كلامها وشياكه وكده. حتى المدامات اللي كانوا معاه الحريم كانوا فرحانين بيا وبيقولوا له ده مراتك يا استاذ احمد اموره جدا جدا زي القمر. طبعا هو ما قدرش يتكلم ولا يقول لهم ده مش مراتي ولا حاجه، يعني مش هيقول سكرتيرتي ويقل مني. واحنا ماشيين قال لي بصراحه انت كنت عامله جو حلو قوي في المقابله، وبصراحه الكل شكر فيكي وكده. لقيتني بقول له صدق ان هم لما قالوا ان انتي المدام مش عارف ساعتها قلت يا ريت. قال لي بجد؟ قلت له والله قلت يا ريت اكون المدام، يا ريتني كنت عرفتك قبل ما تعرف صاحبتي، صدقني كنت خليتك في السماء العليا، كنت خليتك احسن واحد في الدنيا. قال لي ما صاحبتك برضو كويسه، بس هي اقول لك دماغها متصلت، كان جت معايا كانت برضو خدت وضعها. قلت له هي فعلا مراتك جميله وكل حاجه، بس مشكلتها جسمها، لكن هي بصراحه طيبه واموره وجميله ولبقه وكل حاجه فيها حلوه، بس لو تظبط جسمها. قال لي هي مش عارفه تعمل حاجه وبتعمل دايت كتير، بس هي مش جايبه نتيجه، وراحت لدكاتره كتير، شكلها جسمها عندها غده وكده يعني، وهي صرحت لي ان هي عندها غده. المهم قلت له يلا الحلو ما بيكملش. المهم بدات اقول له انا مبسوطه معاك في المقابله، انا من نفس الموضوع ده يتكرر تاني، انا ببقى ماشيه جنبك حاسه ان انا حاجه كبيره قوي، انا ببقى ماشيه جنبك حاسه ان انا ان انت واجهتي، انا نفسي اتجوز واحد زيك في جمالك وشخصيتك، وابقى حرم الباشمهندس احمد كده، يعني واحد زيك كده، مش انت يعني، انا مش هخطف جوز صاحبتي، بس واحد يكون في وجهتك. وطبعا هو بقى لما سمعني بقول الكلام ده اتعلق بيا، ده اللي كنت انا معتقداه، لان بعدها لقيت صاحبتي بتكلمني منهاره وبتعيط وبتقول لي انا احمد اتغير عليا، ما عادش بملى عينه زي الاول، بقى بيعب في جسمي، بقى بيقول لي انت تخينه قوي، كل ما انزل اشتري اي ملابس ليا او اي حاجات خاصه باللبس وملقيش مقاسي، انت عارفه ان انا وزني
مقاساتي خاصة، يقول لي زهقتيني من لبسك وزهقتيني من مقاساتك وزهقتيني من لف كتير على المولات، ارحمي نفسك وخسي، انتي بتبقي ماشية جنبي شكلك يعني فظيع لفت الانظار، انتي جسمك بقى عامل كده ليه يا شيخة، حاولي تخسي، انا بعد كده لما تحبي تشتري هدوم يبقى انزلي لوحدك، انتي بتزهقيني على ما بتلقي مقاسك. وبدأ يعملني وحش قوي، وبدأت تحكي لي بقى وتعيط لي وان انا وان انتي كان عندك حق، ان هو اكيد زي ما انت قلت لي في الاول كده هو عايزك مش عشان خاطر بيحبك وكده، وعايزك مربيه لابنه، وعايزك خدامه عشان تشوف مصلحته ومصلحه ابنه، وتربي ابنه كده ويبقى مطمن عليه طول ما هو في شغله. هو مش واخدك عشان حبا في جمالك، هو واخدك يعني مربيه. انا كده دلوقتي فهمتك ان انت فعلا كنت على حق، ويا ريتني كنت ما وافقتش بيه ورفضته كده. طبعا هي صاحبتي لما بقت تحكي لي ان هو اتغير معاها وبدا يعملها وحش، وان هو بدا يعيب في جسمها وشكلها، وما بقاش حابب ان هو ينزل يلف معاها على هدوم بعد ما كان كويس معاها وبيجيب لها كل حاجه وفرحان بكل حاجه بيقدمها لها. انا ساعتها عرفت ان انا خطتي ماشيه تمام، وان انا كده ايه 100 100 قوي، وكده كده يعني خطتي ماشيه سليم، وكده هطول المراد اللي انا عايزاه، ان انا اتجوز الغني ده وانا اكوش على كل الخير اللي هو فيه، وما جاش على ابنه هبقى اجيب خدامه، ما هو عنده خدامه هي اللي تربيه، وانا كده كده بيديكير ومانيكير وهلبس براحتي واخرج واروح واجي. انا يعني هو عنده الامكانيات ان يجيب خدامه ويجيب مربيه ويجيب كمان مدرسه تكون قاعده معاه، يعني بفلوس يجيب اللي هو عايزه، انا اكون ست الستات كده وهانم. وغير كده كمان لما ابقى حرم صاحب الشركه في يوم من الايام هكون شريكه معاه، ممكن بعد كده ابقى انا رئيسه الشركه، بعد كده هيبقى الشركه تبقى تحت رجلي. فانا كنت بصل حاجات كتير ان هو مش معيوب، هو بالنسبه لي لقطه، فرصة، صفقة لازم انجح فيها واكسبها. المهم بعد كده جاي لي الشركة بقى تاني يوم، انا طبعا ما بينتلوش بقى ان صاحبتي مش شاكيالي منه عشان ما اصلحش العلاقات، انا مش عايزة كده. لقيته جاي كده صوته متغير ومخلوق كده، فبقول له مالك في ايه، قلقتين عليك يا احمد في ايه؟ قال لي والله زهقت من عيشة، مراتي دي مش عايزة تتغير، جسمها فظيع، بروح الف معاها، تخيلي لففتني امبارح طول النهار طول الليل عشان نلقي فستانين على مقاسها، رحنا اكتر من 10 مولات، وكل ما نروح ندور على مقاساتها ما نلاقيش. انا ببقى ماشي جنبها هي فظيعه، مش عارفه جسمها عامل كده ليه، ببقى حاسه الناس كلها بتبص لي، بيتنمروا عليها وبيتنمروا عليا. هي بصراحه انا كنت اعمى مش شايف قدامي. المهم قمت قايله له وغير كده كمان انت اكيد نفسك تجيب اخ لزياد او اخت او كده. قال اكيد، امال انا متجوز ليه؟ قلت له بس هي تبقى فرصتها في الحمل صعبه جدا عشان هي يعني تخينه، واكيد ده الشحوم دي هتاثر عليها وعلى الخلفه وكلام من ده. انا شايفه ان جسمها ده عمره ما يشيل عيال، انت من حقك برضو تفكر في الحته دي. قال لي فعلا انا فكرت، وكمان انا هي زعلت مني وراحت عند مامتها، يعني غضبت عند قريبها. قلت له طب ليه وصلتوا لكده؟ قال براحتها، احنا كده كده مش متفاهمين، وكده كده انا شايف نفسي ان انا اخترت واستعجلت، يعني اخترت غلط واستعجلت. قلت له تمام يلا ربنا يهدي ومش عارف ايه، وطبعا من جوايا فرحانه بقى، دورك يا بنتي تلعبي عليه. المهم ان انا قلت له طيب بقول لك على حاجه. قال لي، قلت له طب وزياد قاعد مع مين؟ قال قاعد مع الداده بتاعته. قلت له طب بقول لك على حاجه. قال لي، قلت له انا ممكن اقعد بزياد، انا بحبه قوي متعلقه بيه جدا، وانا ممكن ما اشتغلش افرغ حياتي كلها عشانه. ايه رايك تجيب زياد يقعد معايا كده لما تشوف انت هتوصل مع صاحبتي على ايه يعني وكده. قال لي بس انا مش عايزه اعطلك ومش عايزه اشغلك، وكمان اكيد انت مامتك وباباكي في البيت هيتضايقوا كده. لقيتني بقول له لا، ماما وبابا بالعكس هيفرحوا جدا، وهم انا حكي لهم عنك كتير وفرحانين بشخصيتك جدا ومحترمينك جدا، وانت ما تعرفش انا بقول لماما وبابا ايه عليك، بقول لهم انسان ما شاء الله يعني جنتل ومحترم وقيم وكويس وكريم جدا واخلاق عاليه. من كتر ما انا بشكر فيك هم تعلقوا بيك من غير ما يشوفوك. فانا هاخد زياد عشان بس انت ما تسيبوش مع الداده تهمل فيه ولا يبقى نفسيته وحشه وكده، وهو برضو محتاج يكون حد قريب منه. انا معلش هاخد شهر بدون مرتب كده، انا عايزه الموضوع يطول والمشاكل تطول، وعايزه مش عايزاه يتعلق بيها عشان خاطر الولد، لان الولد هي قعدت معاه شهر كامل، الولد اتعلق بيها، فانا عايزه ابعده عنها عشان ما يبقاش هو اللي جابر باباه ان يرجعها. انا عايزه اكمل اللعبه صح. فانا اعمل ايه؟ اشغل الواد بيا عشان هو يستغنى عنها ويطلقها ويتجوزني انا. فخططت لكده وفعلا خدت الولد عندي. حتى ماما وبابا بيقولوا انت جايباه معاكي ليه وفي ايه؟ قلت لهم صاحبتي غضبانه، فرصه ان انا اقرب من الولد عشان الولد يتعلق بيا، وفي نفس الوقت انا جميله وشيك وحلوه واموره
وحته قمر كده ماشيه جنبه، مش هيسيب كل ده وهيدور على واحده عايزه لها 100 سنه عشان تتعالج. فماما وبابا طبعا طمعانين برضه زي طبعا انا منهم واليهم، فهم طبعا مبسوطين بالخطه بتاعتي وفرحانين ان هو انسان رجل اعمال ومبسوط ومتيسر وكده، وهيجي يتقدم لي وهيتجوزني وهعيش في الخير ده كله، والخير ده كله ممكن يعم عليهم. فطبعا قالوا لي انت كده شاطره وجدعه وخليكي دايما نبيهه وذكيه، اهتمي بالولد وخرجيه وديه ملاهي الوقت ده، خلي الولد يعيط لو سابك، حاولي تعلقي بيكي عشان باباه يتعلق بيكي، وشوفي ان انت انجح من اللي هو اختارها، وان انت الانسب ليه عن التانية، وان انت تستاهلي مش تبقي سكرتيره، تبقي حرام صاحب الشركه. المهم فضلت خدت الولد طبعا، وطبعا هي فجاه لقيتها قطعت اخبارها معايا. انا طبعا مش عايزه اكلمها عشان ما تشتكيليش، عشان ما تسمعش صوت الولد عندي. فانا قلت هي خلاص ما بتكلمنيش، بركه بقى ان هي ما بتكلمنيش، انا ابعد واتجنبها خالص. وفعلا تجنبتها وهي تجنبتني، والولد فضل عندي كده فتره. انا كنت بكلم احمد بس من فتره لفتره كده عشان اعلقوا بيا، ما تقلقش على زياد، مبسوط معايا جدا، مبسوط مع ماما وبابا، ده احنا هنا طايرين من الفرحه بيه، احنا مش عارفين نعمل له ايه يسعده، ده هو مبسوط معايا، ده انا بنزل له ملاهي، ده انا بودي النادي معايا، ده انا بخليها مزاجه جميل جدا، ما تقلقش عليه، الواد في عناية وكلام من ده. طبعا كان هو بيبقى رد فعله مبسوط جدا ومطمن على الولد. لقيته بيقول لي طيب انا هحول لك مرتبك اللي هو الشهري عادي، وهبعت لك كمان فلوس عشان تجيب اللي في نفسك وفي نفس زياد، ما هو مش هينفع يقعد معاكي من غير ما يبقى معاه فلوس تصرف وتاخدي راحتك. قلت له لا، زياد عليا انا، وانا مش عايزه منك راتب، انا واخده اصلا شهر اجازه. قال لي لا والله العظيم، هو كان بيديني راتب كويس وحلف عليا ان هو هيحول لي راتبي ويبعت لي مبلغ محترم كده للولد، وفعلا لقيته باعت لي مبلغ انا نفسي ما تخيلوش، مبلغ يعني يكفي الواد شهر واثنين وثلاثه واربعه. قلت خلاص بركه، هجيب اللي في نفسي بقى. المهم برضو بقت انتبه للولد واعمل له اللي في نفسه، بدات ان انا يعني اقرب الواد مني، بس الواد كان بصراحه ما كانش يعني لطيف معايا، كان دايما غشيم معايا، اسلوبه مش حلو، مش واخد على حناني، مش واخد على اسلوبي، بحاول ان اتصنع قدامه بالحب والحنان، لكن هو كان دايما يقول انا عايزه اروح، انا عايزه امشي، انا مش عايزه اقعد هنا. حسيت ان هو مايل لصاحبتي اكتر، اللي هي صاحبتي اللي هي مرات ابوه، لكن انا من جوايا انا كنت عايزه اقربه مني واعلقه، وكنت عامله زي الارجوز عشان خاطر يحبني ويتعلق بيا، لكن الولد كان بصراحه دمه بارد من ناحيتي. لغايه ما انا طبعا ما اعرفش عن صاحبتي حاجه وعلى اخبارها خالص حاجه. وبعدين في يوم قلت اجس نبض كده ليها وكده، واشوفها ايه الجديد عندها، ليكون روحت، بس هي تروح وتسيب وهيسيب الولد. طول ما الولد عندي انا مطمنه ان هما الاثنين بعاد عن بعض. فرنت عليها فقلت لها ايوه انت عامله ايه نسرين وكده. قالت لي مزاجي مش اخر حاجه، يعني مش احسن حاجه، انا مخنوقه ومتضايقه وكده. طب انت وصلت لايه؟ هو ما بيتكلمش وانا ما بتكلمش، ومحدش عارف ظروفنا هتودينا لفين، لكن انا خلاص انا مش هينفع ان نرجع. قلت لها يعني انت خدت القرار ليه كده وعادي كده بعد العشره دي؟ يا بنتي عشره ايه، احنا قعدنا شهرين مخطوبين وشهر متجوزين، 3 شهور مش كفيله ان احنا نحب بعض وكده وعادي يعني. قلت لها طيب ربنا يهدي، وقمت قافله. طبعا قعدت شغلت اغاني ورقصت بقى ان صاحبتي خدت القرار انها تسيبه، وان هو ما بيكلمهاش وبعد عن بعض، والولد في حضني وخلاص يعني موضوعهم قرب ينتهي، وانا احل محلها واطردها واشد البساط من تحت رجلها وخلاص، وانا بقى انا ست الستات وانا اللي اخد مكانها وكده. المهم الولد قعد عندي 20 يوم، قعدت انا بقى قطعت علاقتي خالص بيها خالص يعني، وما عادش بكلمها عشان خاطر برضو ما تعرفش ان الولد عندي وتسالني عن اي حاجه، او تسالني انت بتروح الشركه ولا لا، او انت واخده اجازه ليه، عشان ما تخشش في تفاصيل. انا كان عندي بس فضول اعرف بيكلموا بعض ولا لا، واطمنت. المهم لقيت صاحب الشركه بيقول لي انا مسافر يعني بره وكده، رايح كده هقعد لي كمان يعني 20 يوم. طب خير كده، صفقه تبع الشركه كده، رايحين نجيب معدات من بره وهخلصها وهاجي ان شاء الله، واخد زياد وترجع الشركه بقى ان شاء الله وكده. زياد عامل معاكي ايه؟ قلت له ده تمام وبيحبني ومتعلق بيا، وبقيت وهمانه ان الولد مش بيقدر ينام من غيره، وان هو متعلق بيه تعليق جنوني، يعني متعلق بيه تعليق جنوني، هو الولد خلاص بقى مدمن اني مش عايز يسيبني. قال طب تمام كويس، انا مطمن معاكي، مطمن عليه طول ما هو في حضنك. قلت له طبعا، وفي ايد امينه وانا بحبه زي ابني وحبيبي وكل حياتي.
انت ما تعرفش هو بالنسبه لي بقى ايه. قالته بيقول تمام ربنا يخليكم لبعض، وانت فعلا تستاهلي كل خير، وانت فعلا تتحبي، ومش رايي بس، ده براي الجميع، كل اللي حواليا بيشهدوا لك بكده، ومش رايي انا لوحدي، راي الناس كلها. انت انسانه لطيفه وانسانه جميله ورقيقه. انا مش عارفه انت كنت غايبه عني فين والكلام من ده. المهم من هنا خلاص قفلت معاه وانا مطمنه، وقلت يا بنتي بقى اتقلي، هو كده كده هيسيب مراته وهيجي لي ويتقدم لي وخلاص والموضوع هيمشي. المهم قعد 20 يوم، وفجأت بعد كده لقيته راجع من بره بقى زي ما هو كان قايل لي، وبيقول لي لازم ترجعي الشركه عشان في بينا وبين بعض بقى حسابات عايزه احاسبك فيها، وكمان هاتي الولد. قلت له طب تمام، بس الواد متعلق بيه. قال لي ما هو وحشني بقى له الوقت 40 يوم ما شفتوش. طب خلاص ما فيش مشكله. المهم من هنا رجعت الشركه، قعدت على المكتب لان انا سكرتيره خاصه ليه. الولد طبعا باباكي خده من عندي بيتي ووصلنا لغايه الشركه معاه. الولد بنزله عند البيت عشان يروح للداده بتاعته. انا خلاص رحت على الشركه معاه وكده، ودخلت على المكتب قعدت عليه عادي، وكان لطيف معايا. وشويه قال لي انتي اتحملتيني كتير وتحملتي ابني كتير، وانا اللي انتي خدتيه قليل عليكي كتير، انا بديكي مكافاه حلوه وكده. المهم قلت له تمام. طيب المكافأة ايه يعني؟ هو انا عملت حاجة؟ المكافأة في حياتي ان انت تفضل طول عمرك شايفك مبسوط، وان اشوف زياد في احسن حال، وان انتوا تبقوا اسعد اتنين في حياتكم، انتوا تستاهلوا الخير كله، انتوا عيلتي التانية، انا اتعلقت بيكم مش عارف ايه. قال لي طيب خلاص انا بديكي مكافأة، انت والله مش عايزك تتبهدلي في الشركة، ومش عايزك يعني تضيع وقت هنا، انا عايزك تعيشي حياتك، تروحي نادي، تخرجي، تتفسحي، تمشي، تتحركي، تعيشي كده دنيتك. انت هنا في الشركة بتيجي من الساعة 9 الصبح ما بتمشيش الا الساعة 4. طبعا اليوم كله بيضيع، وبتروح البيت هلكانة من الشغل، ما بتلحقيش ترتاحي ولا تخرجي ولا تتمشي زي البنات. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني انا عايزك ترتاحي. قلت في الوقت ده هيطلبني لي الجواز. قلت له وابقى في البيت يعني؟ طب انا حابه ان انا اشتغل. قال لي لا، ما انت لازم تقعدي وترتاحي وكده، واشوفك فاضيه ورايقه وبتجري وبتضحكي وبتلعبي، انت مش للشغل انت للراحه. المهم اداني في اليوم ده 15,000 جنيه كده، وقال لي ايه دي مكافاه مني ليكي. قلت له بس انا ما عملتش حاجه للمكافاه دي. قال لي كفايه وجودك في حياتي كانت اكبر مكافاه، ودي حاجه رمزيه بسيطه، وغير كده كمان انا جايب لك هديه من بره وانا جاي. قلت له هديه ايه كتير عليا؟ لقيته جايب لي خاتم دهب كده، حطه في علبه كده وايه، وبيقول لي ده هديه مني. قلت له تسلم والله ربنا يبارك لك، بس دي كتير عليا. قال لي لا مش كتير عليك، انت تستاهلي حته من السما. وروحت البيت وانا مزاجي حلو بقى يطلبني للجواز وكده، وفجاه لقيته ما بيتكلمش خالص. اتصلت على نسرين بقول لها ايه دنيتك، عملتي ايه؟ قالت لي انا تعبانه جدا، العمليه تعباني قوي. قلت لها عملت ايه يا بنتي؟ قالت لي والله انا تعبانه قوي والعمليه تعباني جامد. يا بنتي في ايه مالك؟ قالت لي هو انت ما تعرفيش حاجه؟ اما انت شغاله في الشركه ازاي؟ قلت لها ما اعرفش حاجه ازاي. قالت لي يعني هو احمد ما قالكيش؟ قلت لها لا انا بقالي فتره في البيت يعني ما بشتغلش وما بشوفش احمد. قامت قايله انا كنت فاكره ان انت مكمله معاه، وهي طبعا فاهمه كل حاجه، وكنت فاكره ان انت بتشتغلي معاه لسه وكده. قلت لها قولي في ايه قلقتيني؟ قالت لي مش احمد خدني وعملي عمليه تكميم بره والعمليه الحمد لله نجحت، وانا بعد ما عملت العمليه وكده بعدها بفتره في نفس الشهر اللي انا عملت فيه العمليه حصل عرفت اكتشفت ان انا حامل اصلا. كويس ان البنج اللي انا خدته في العمليه، والعمليه كانت طبعا بالليزر بس الحمد لله. بس الفكره ان انا ما كنتش عارفه ان انا حامل، ودخلت على العمليات على طول، رغم ان انا كنت قبل منها عامله تحليلات عشان خاطر اشوف الغده واشوف سرعه الدم وكلام من ده والانيميا والحاجات دي. كان تمام، وما كانش فيه باين الحمل فيه، كان زي ما يكون لسه بدايه ولسه ما كانش ظهر، يعني كان موجود بس لسه ما جاش ما ظهرش في التحليل. لما عملت العمليه وفقت كده من العمليه وقعدت 10 ايام، فقت كده لقيت نفسي دايخه وتعبانه. عملوا لي تحليل في المستشفى، فوجئوا ان انا لسه في حمل جديد وعايز راحه. يعني سبحان الله انا حامل وعامله التكميم ومحتاجه راحه ومحتاجه مش عارف ايه، واحمد بصراحه شايل هم جدا ومحتار يعمل لي ايه. حتى
طلب من ماما ان هي تيجي تقعد معايا الفتره دي لان ما يشوفنيش في البيت وكده. المهم قلت لها طب كويس والله، يعني انت عملت تكميم وحامل، الف مبروك الف مبروك، والله انا فرحت لك ومش عارف ايه. طيب يا حبيبتي انا هقفل معاكي عشان ايه، انا تعبانه وعايزه انام، الحمل ده مخليني مش فايقه كده، دايما دوخه وترجيع وقرفه من الاكل وكلام من ده. وقفلت معايا. ساعتها عرفت ان ده نصب عليا وادالي درس العمر كله. حسيت ان انا في دنيا غير الدنيا. هو انت كنت عاملني خدامه بقى فعلا، بقى انا بقى اللي خدامه لابنك لغايه بدل ما تنمر على مراتك خد اعمل لها تكميم. وكمان الهانم حامل اللي كنت بقول ما تقدرش تحمل عشان جسمها مش حلو، هو قال ما دام انت بتنمري عليها خلاص انا بقى هعرفك، انا انت بتخوني صاحبتك، انا بقى هعرفك هترجع ازاي وهتبقى ملك الجمال. وخلاها انتصرت عليا. مفيش بعد طبعا انا ما عادش بكلمه، وهو ما بيتكلمنيش نهائي، وهي ما بتكلمنيش خالص، زي ما يكون عرفها كل حاجه ان ديت من ايام الخطوبه كانت بتوقع بينا، ودي اللي لفت عليا في الشركه، ودي بقت تقول ان انت عمرك ما هتخلفي، وهي اللي كانت بتنمر عليكي، وهي اللي كانت بترمي عليا كلام، زي ما يكون عرفها الخطه كلها طبعا. وهي خدت مني موقف تماما، ما عادش بتكلمني، هي ما عملتليش بلوكات ولا حاجه، بس يعني قافله بيني وبينها خالص. انا يعني بشاهد الاستوريهات بتاعتها على كل التواصل الاجتماعي، فرحانه وسعيده، وتنزل صورهم دايما وهم مع بعض وهم مبسوطين مع بعض، وهو بيجيب لها هديه وهم معاهم بوكيه ورد، وهم معاهم الولد في وسطهم كده، كل شويه تنزل حالات ان هي سعيده معاه ومبسوطه وكده. بس انا ما بشوفهاش على الطبيعه. وافوجئ بعد كام شهر، يعني في حدود 11 شهر كده، طبعا ما ارتبطتش ولا جالي حد مناسب، وطبعا نفسيتي بقت كئيبه جدا وما اشتغلتش، وبقيت حاسه ان انا خسرت صاحبتي حتى اللي كنت بتكلم معاها، بقيت حاسه ان انا يعني هنت نفسي وقلت كرامتي، وحاسه ان انا يعني هي انتصرت عليا، وان انا خسرت كل حاجه، وان انا فشلت في كل شيء. فحاسه ان انا خلاص هي هزمتني، حاسه بالكسره، لكن يعني الفرعانه اللي كنت فيها حاسه ان انا خلاص يعني خسرت كل شيء، حتى الوظيفه الكويسه بالراتب الكويس، خروجاتي، صاحبتي اللي كنت بتكلم معاها، انا لما طمعت في كل حاجه ضاع مني كل حاجه مره واحده، فكان دخلت في نوبه اكتئاب. بعد 11 شهر نازله طبيعي كده، راحه هايبر مشهور قوي في المدينه بتاعتنا، هي من نفس برضو المدينه، راحه هايبر كده اشتري شويه حاجات للتلاجة وكلام من ده. ببص لقيتهم هما الاتنين موجودين، ومعاها بيبي صغير حطاه في العربية بتاعتها كده قدامها، وبتلف المول كده بتاع الهايبر. وبعدين هو مأنجشة رفيعة جدا، جسمها بقى أجمل مني، جسم مشدود، وزنها ما يزيدش عن 65 كيلو اللي كانت 130، لابسة على الموضة، لابسة دهب، شكلها فخم، جايب لها عربيه فخمه جدا ما شفتهاش قبل كده، ماسكه بقى اللي هو بيمشي الواد بالعربيه بتاعته كده، وهي مأنججها مبسوط بيها، وعمال يجيب لها كل حاجه بتشاور عليها. طبعا ساعه ما شافتني انا كنت بحاول ان انا ابعد عنهم عشان ما ياخدوش بالهم، لكن هي شافتني لقيتها بتبص لي وتشاور لي كده وبتقول لي حبيبه قلبي وحشاني، انت عامله ايه، مفيش جديد، مفيش خطوبه، مفيش جواز. قلت لها بيجي كتير بس لسه ما جاش المناسب، انا مش اي حد اخده كده. لقيتها بتقول لي انا مبسوطه قوي ان انا شفتك النهارده، ببص كده ازيك يا باشمهندس احمد ومش عارف ايه، اهلا اهلا، ببص لي باحتكار كده اهلا اهلا، وقام سايبني وماشي واخد الطفل كده معاه وهو بيتمشى، حتى ما خلينيش ان انا ابص الولد الصغير ولا ابص عليه، زي ما يكون خاف مني على الولد. وبعد كده لقيتها بتقول لي معلش انا بقالي فتره ما بكلمكيش عشان انشغلت بقى في الحمل والولاده، وكان التكميم كان عايز راحه، وكنت يعتبر جراحه وفي نفس الوقت حمل في نفس الوقت، وترجيع بقى، والحمل دخل في الصيف وتعبت وكلام من ده، وانا انشغلت عنك، وانا عذرك برضو ان انت اكيد مشغوله في حياتك، فما تزعلش مني لو انا قصرت معاكي وكده، الدنيا مشاغل. ولقيتها انسحبت مني وسابتني. وبعد كده لما روحت البيت لقيتها عامله لي بلوكات من جميع التواصل الاجتماعي، هو نفسه عامل لي بلوكات من ساعه ما رجع مراته وعمل لها التكميم والحمل والكلام ده كله. واللي انا عرفته ان عن الجديد بتاعهم، هو كان عامل لي بلوكات من كل التواصل الاجتماعي، بس هي كانت الخط اللي بيني وبينها قطعته من اخر مره شافتني في الهايبر، زي ما يكون قال لها لا احنا مش عايزين تاخد علينا الوقت، شافتك هتيجي تكلمك بعد كده هتخش في مداخلنا، تبدا تقول لك اجيلك ازورك مش عارف ايه، ديت سماويه وخرابه بيوت وانا مش عايزه تخش في حياتي، زي ما يكون قال لها ارميها في بلوك. المهم قطعت علاقتها بيا نهائيا خالص. ودلوقتي انا حاسه ان انا متضايقه مخنوقه، كل حاجه انا خسرتها
كل حاجه، حتى الامل الوحيد ان انا كنت ممكن في يوم من الايام هي تكلمني وانا اكلمها، قطعتني مره واحده وعملت لي بلوكات. حسيت ان انا هزقت نفسي وهنت نفسي واتمعت في كل حاجه، والاخر ما طلتش ولا اي حاجه، لا طلت فلوس ولا صديقه ولا شخصيه زي احمد محترم صاحب شركه مشهوره، ولا كسبت نفسي ولا اتجوزت، ولا حسيت ان كل حاجه بقت مقفله معايا. حتى اهلي كل واحد في وادي، كل واحد بيتكلم في حياته، كل واحد مشغول بحياته الخاصه. انا حاسه ان انا بقيت عالة على نفسي حتى. فحسيت ان كل الحقد والغل والكراهيه واخذ الحق بدون وجه حق خساره كبيره جدا جدا. وانا حاسه ان انا عشان طمعت واستكترت على صاحبتي الطيبة اللي كانت بريئة زي الأطفال، اللي كانت بتترمى في حضني ما بتخبيش عني أي حاجة، اللي كانت فاكراني إن أنا أختها التانية، أنا لما استكترت عليها السعادة وحقدت عليها وحبيت أخطف اللي في إيدها ما طلتش أي حاجة. عشان كده قلت أقول مشكلتي عشان تكون درس وعظة لأي حد يسمعني. بص للي في إيدك، ما تبصش للي في إيد غيرك. بلاش تستكتر النعمة على حد. صدقوني النصيب مكتوب حتى لو بعد حين. لو ليكي نصيب في شقة تاخديه. الفلوس مش كل حاجة هي السعادة. مش معنى ان الانسان يبقى معاه فلوس وسعيد وانت شايفاه بكل الكماليات دي كله يبقى هو انسان ناجح وسعيد في حياته وكل حاجة عنده تمام. ممكن يبقى معاه فلوس معهوش الصحة، معهوش السعادة، معهوش الخلفة. ربنا سبحانه وتعالى بيرزق العباد بالتساوي. ما فيش حد احسن من حد. كلنا بناخد حقوقنا من عند الله 100% كاملة. فعشان كده يا ريت نكون اتعلمنا من صاحبة المشكلة. الطمع يقل ما جمع، واللي بيبص لحاجة غيره بيتعب، واللي بيستكتر السعادة على الناس بتزول منه النعمة. فعشان كده نصفي النية ونصفي قلوبنا، نحب للناس الخير، نقول ربنا يسعد اللي حوالينا كلهم، ربنا يسعد الناس كلها ويسعدني كما أسعدهم. نطلب الخير من الله، ما ناخدش حاجة مش بتاعتنا، ما نبصش على حاجة غيرنا. وبالذات خيانة الأصدقاء بتبقى من أسوأ العلاقات. يعني اقول لكم ايه، الواحده لما تبقى معاها صاحبه وتستكتر على جوزها او تخطف جوزها بتبقى صعبه جدا جدا. غدر الاصدقاء مش مستحب يا جماعه، بيبقى فيه صدمات كبيره. لما بتيجي من الغريب بتبقى رحمه شويه، لكن لما بتكون الغدر من القريب او من الصديق بتبقى صعبه جدا جدا. اعدام مرتين. اعدام لما بتاخدي حاجه مش بتاعتك وبتظلمي اللي انت عاشرتيه، واعدام ان كان بينكم وبين بعض كمان صداقه وعيش وملح، فبتبقى الضربه ضربتين مره واحده. فعشان كده نعامل الناس بالمعروف، نحب الخير للناس، نحب النعمه اللي ربنا اداها لغيرنا ونقول يا رب انعم علينا كما انعمت على غيرنا. فالنعم الرزق من الله سبحانه وتعالى، كل انسان بياخد اللي ربنا كاتبه له وقسمه له في الحياه. طبعا دي كانت مشكلتنا النهارده، يا ريت تكون نالت اعجابكم. ما تنسوناش تعملوا لنا لايكات كتير على الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن ان شاء الله. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتضغطوا على اختيار الكل عشان اي فيديو جديد ان شاء الله واي مشكله نعرضها على القناه بتاعتنا توصل لكم ونستفيد ان شاء الله من اخطاء الاخرين. ويا رب الدنيا تكون بخير وامان ان شاء الله. وبكده مشكلتنا تكون خلصت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.